أنا مش هاسيب حقي. فقررت إن أنا آخُد حقي من الولد ده اللي هو ضربني ده، فرُحت جايب عصاية بلملم كل شيء مكسور، وبحلم يجي تاني النور، وازرع حلم في خيالي، وأرضي هي دايما بور. أهلا بكم في الحلقة الرابعة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أحداث كتير جدا، وكان أهمهم المسرح بعد القصر الانتصار، والانتصار كان بالمسرح. وفي الوقت دوت بدأت إن أنا أمثل زي ما قلت لكم، وقلت لكم إن أنا المرة الجاية هتكلم على إعدادي، ولكن قبل ما أتكلم على إعدادي أحب أنهي فترة المسرح اللي هتنتهي عشان نبدأ إعدادي. في آخر وقت ليا أو في آخر مسرحية تقريبا الصورة دي كانت قبل العرض مباشرة. الصورة ديت كانت قبل العرض مباشرة. هتلاقوا في حواليا المفروض يعني في مدرسين وفي طلبة ممثلين وفي كل حاجة، ولكن للأسف مش هقدر طبعا أعرضهم، لأن أنا مش هقدر أتواصل وأوصل لكل الناس دول وأستأذن منهم. فقررت أقصهم وأطلع أنا. وبرضه للأسف دي آخر لقطة ليا على المسرح. عايزين تعرفوا ليه؟ كملوا انتوا تعرفوا. خدنا الصورة ديت وبدأنا العرض، والعرض ده كان غير أي عرض. كنت مبسوط أوي، وسامع تشجيع وتحية وهيصة، وإحساسي بنجوميتي عمال يعلى ويزداد. أخيرا لقيت نفسي في حاجة، أخيرا وجدت الإنسان اللي مش موجود. وأثناء العرض كان في مشهد قبل نهاية المسرحية على ما أظن وأتذكر يعني، في الآخر، يعني قبل الآخر بشوية، إن كان في مشهد طفل هيزقني، طالب معايا من الممثل هيزقني من على المسرح، وهقع واموت. هو ده المشهد يعني. فأنا مش فاكر بالظبط إيه اللي حصل. أنا كنت واقف على حافة المسرح ولا هو اللي زقني بعنف، مش فاكر. لكن كل اللي أنا فاكره وما أقدرش أنساه أبدا إن أنا اتزقيت ووقعت من على المسرح، وقعت من على خشبة المسرح، وقعت على ركبتي، وكانت وقعة قوية قوي يعني. فما قدرتش أعمل أي حاجة غير إن أنا أصرخ، لدرجة إن الصالة كلها قامت، صالة المسرحية، وبدأت تشوفني. وكان فاضل دقايق والمسرحية تنتهي. وكانت زي ما كان المسرح بالنسبة لي جبر الكسر، هو كسرني إن أنا ما خدتش تحياتي. وأي ممثل بيمثل المسرح بيبقى بالنسبة له دي حاجة مهمة، إنه بعد تعب وبعد البروفات وبعد الضغط بتاع العرض، إنه يلاقي الناس بتسقف له بتقول له شكرا، إحنا انبسطنا منك. فأنا ما خدتش التحية دي، وتولدت عندي في هذه اللحظة. مش فارق معايا حد يقول لي برافو عليك، مش فارق معايا حد يقول لي انت شاطر، مش فارق معايا اخد تحية، بل بالعكس اي حد يديني تحية ابقى مش عايز اخدها واقول له متشكرين. ما بحبش المجاملات. آه ومش مشكلة في كده. المشكلة ان انا ابويا في الوقت ده قرر تماما ونهائيا وبدون نقاش وبدون مراجعة ما تمثلش مسرح تاني. يا عم يهديك مفيش. واتضايقت جدا، وحسيت ان الحلم الوحيد اللي كان قدامي راح. بس كان لي حق، ما انا برضو مش متفوق دراسيا وعمال اتكسر واعمل. ما علينا. المسرح ده كان مفرحني. كان ناس كتير قوي على قد ما انا مش متفوق، لكن كانوا دايما يقفوا يتكلموا معايا، وطلبه تحبني ومدرسين تحبني، وكان في طلبه تكرهني ومدرسين تكرهني. لكن كان القرار دوت سأريح وأستريح. هريحكم كلكم، سواء بتحبني أو بتكرهني، هريحك وأنا كمان هرتاح. وشعرت بفراغ في الوقت ده. لما رجعت تاني، فراغ غير عادي، إن الحاجة اللي كانت مالية حياتي راحت. وكنت بدأت أكبر شوية، وكنت إنسان مسالم بشكل غير عادي. لو مشيت جنب حيطة، الحيطة ممكن تعمل صوت، أنا ما عملتش صوت. مسالم مسالم مسالم. وأتذكر في مرة من المرات
رحت اشتري حاجة من عند بقال، وهنا هتحول من الطيب لحد تاني. وتقريبا دي صورة تقريبية للمحل. أنا كان نفسي أجيب الصورة بالظبط، لكن للأسف المحل ده قفل من سنين طويلة. لكن أنا اعتمدت على الذكاء الصناعي إن يولد لي صورة شبه المحل بالظبط، ويمكن تعبت انشراح وقبلت ما عملت الصورة ديت. فشكرا لانشراح. فلما هروح اشتري هلاقي المحل زحمة، وابنه كان أكبر مني بشوية واقف بيبيع، وقعدت أقول له مشيني. فراح زعق ومش عارف ايه، وقعد يزعق لي ويعملني، فبرضه انا قعدت اقول له مشيني. فراح ماسك ازازه بيبسي وراح ضاربني بيها. اتعورت جرح مش قوي، يعني حاجه خفيفه. ولكن روحت من غير ما اعمل له اي حاجه. كان جدي ابويا عايش. كل اللي قاله لي ان هو بص لي بصه كده وقال لي تعرف انت مشكلتك ايه؟ قلت له ايه؟ قال انك طيب قوي ومسالم قوي، وراح ساكت. وبعدين راح باصص لي كده، وكانت عينيه حلوه اهو. قال لي ان لم تكن ذئبا اكلك كذاب. إن لم تكن ذئبا أكلك كذاب. ومش مع أي حد، مع اللي يجي عليك. فسكت. ولكن الكلمة ديت خلتني من جوايا قلت أنا مش هسيب حقي. فقررت إن أنا آخد حقي من الولد ده اللي هو ضربني ده. فرحت جايب عصاية قوية كده حلوة يعني، وشيلتها. وكل يوم أنزل قدام محل البقال ده، أبص بصة، ألاقي اللي هو أبوه هو اللي واقف، فاخد بعضي وأمشي. انزل تاني يوم ابص بصه، الاقي ابوه اللي واقف، اخد بعض وامشي. انزل تالت يوم ابص بصه، الاقي ابوه اللي واقف وامشي. وفضلت كده مده اسبوع تقريبا، لحد ما في يوم من الايام ببص لقيت الولد ده اللي واقف. ورحت داخل بالعصايه ديت وقعدت اضرب 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 فيه، لدرجه ان هو قعد يصوت من كتر ما انا بضرب فيه. ومن كتر صواته اللي هو بيعمله، راحت الناس دخلت من الشارع حشتني. وكويس ان هم حشوني، لان تقريبا كنت ممكن كده اموته ولا حاجه. ومن هنا بقى كل ما يشوفني الولد ده ما يكلمنيش خالص ولا يجي جنبي. فتأكدت إن لم تكن ذئبا أكلك كالذئاب. وتحول الإنسان البريء اللي جوايا لحد تاني خالص. أنا نفسي ما بقتش أعرفه. ودخلت إعدادي، وكنت كيوت زي ما قلت لكم وهادي، ولكن تحولت لشخص تاني. كل الناس بتشتكي منه. المدرسين بتشتكي منه، الطلبة بتشتكي منه، الفراشين بتشتكي منه، الجيران بتشتكي مني، الشارع بيشتكي مني، العربية لو ركبتها تشتكي مني. مفيش حتة ما تشتكيش. وعامل دمي خفيف، عمال اهزر، عمال اتريق على ده، عمال اطلع اسامي على الطلبة معايا، عمال ابوخ على ده. لدرجة ان مرة من المرات كنت غايب من المدرسة، كان عندي برد وكنت قاعد في البيت. وبعدين جه ولد كان مش عارف مكسور ولا مضروب، كان عيال ضربوه ولا حاجة. فراح للمدير قال له، فراح جايبني انا بقى من المشبوهين بقى، اللي هم بتوع المدرسه، العيال اللي بتعمل مشاكل. فراح جايبني بقى تاني يوم، قال لي تعالى انت اللي ضربته. يا عم انا كنت غايب امبارح، اضربه ازاي؟ يبقى انت جبت وجيت وقفت قدام المدرسه وضربته. وانت غبت يا بابا وضربت، وانت اللي تعملها مفيش غيرك. ما انا عارفك انت بتاع مشاكل. هو كان يعمل كده. وبعدين كان عارف ان انا بقلده، قال لي انت بتقلدني يا بابا في مره فعامل شغب. يا عم مش انا، يا عم يهديك يرضيك، وجاي الاستدعاء ولي امر. وانا كان تيجي لي استدعاء ولي امر دي كانت بالنسبه لي نهايه الكون، يعني مش عايز يجي لي استدعاء ولي امر. ففي الاخر لا، يعني المره دي بقى انا فعلا انا ما خرجتش من البيت خالص، انا مريض. فطلعت الحمد لله براءه، ومش انا المره دي المجرم. والحمد لله عدت. ومع كل الشقاوه ديت كنت في حاجه بدور عليها انا مش لاقيها. بدور على نفسي، في حاجه ناقصاني، حاجه عايز اعملها ومش عارف. فبدور على حاجه، ما لقيتش حاجه غير اني العب كوره واشجع كوره. ده نادي الزمالك، النادي اللي انا شجعته ولعبت. روحي كلها كانت فيه، وحياتي كلها كانت فيه. وقد كده انا بحب نادي الزمالك ده جدا. وقصص كتير جدا في الزمالك، وخناقات كتير عشان الكورة. لكن عشان احنا بنتكلم على الكورة، مش هنتكلم على الكورة وهنفوت الكورة.
طبعًا عشان أنا ما باتكلّمش في الكورة، يعني ما باتكلّمش ولا في السياسة ولا في دين ولا في كورة، فهاعدّي المرحلة بتاعة الكورة دي، مع إن أنا لعبت كتير وليّا قصص معاها يعني، بس دي هاحاول أمرّرها. فجِه في الوقت دوّة على قد كل الشقاوة وعلى قد لعب الكورة، برضه في حاجة ناقصة. فكان عندي مُدرِّس اسمه صلاح، أنا ادّاني 2 اسمهم صلاح، في إعدادي مُدرِّس عربي، وفي ثانوي مُدرِّس عربي برضه كان اسمه صلاح، والاتنين كانوا صلاح بالنسبة لي. فكنت باحب أكتب زي ما كنت باعمل في الوقت ده، كنت أقعد أكتب جُمل كده ومش عارف إيه، فورّيتهم لأستاذ صلاح ده، أنا كنت شاطر في العربي، المادة الوحيدة اللي كنت شاطر فيها. فبَص فيهم كده وقال لي: "يا ابني أنت دي موهبة شِعر، أنت بتكتب شِعر." قال لي: "بس أنت لازم تقرا ولازم تعرف ولازم تعمل." قُلت له: "أقرا إيه؟" قعد يقول لي: "هات لي صلاح جاهين، هات لي بيرام التونسي، هات لي كذا وهات لي كذا." وقعد يقول لي على أسماء شعراء ويقول لي على حاجات، وبعدين قال لي على عروض وقال لي على الحاجات ديّة. ومن هنا بدأ حُبّي للقراية، وبدأت فعلًا أكتب، أكتب، وكنت باعتبر إن في الوقت دي محاولات شعرية ولكن كنت باكتب. وفي الوقت دوّة راح مدخّلني مسابقة شعر في المدرسة، كنت تقريبًا في الوقت ده في تالتة إعدادي. والحلقة اللي جاية هاقول لكم التفاصيل اللي حصلت، وإيه اللي حصل، وانسحبت إيه اللي حصل تفاصيله كله هاقولها لكم. أنا باشكركم، حاولت بقدر الإمكان وبقدر المستطاع إن أنا ما أطوّلش في الحلقة ديّة، ويا رب ما أكونش طوّلت، بس أنا طوّلت. باشكركم وانتظروني في الحلقة الخامسة. في نهاية الحلقة الرابعة باشكركم، وأتمنى اللي ما شافش الحلقة الأولى والتانية والتالتة ودي الرابعة يشوفهم ويكمّل معايا، ولسه الأحداث طويلة، ولسه اللي جاي غير كل دوّة. أشوفكم على خير.